قال له يا يونان انا بحبك وخلاص، وشايف فيك حاجات كويسه. قال له انا مش عاوز يا ربي، مش عاوز محبتك ليا دي، وانا بصراحه كل علاقتي ديك ان انا خايف منك، طب قدر الامكان ههرب من سكتك. يوم ربنا يهيج ريح ويعمل اللي عمله الوثنيين في السفينه، يقولوا له يا اخي مالك نايم، ما تقوم تصرخ لالهك المركب هتغرق. الوثني بيصرخ لربنا، وانت اللي بتعرف ربنا انت دي انت في. قال لهم انا عطراني هارب من وجه الله، انا بخاف من ربنا، خائف الله وهارب من وجهه. اصلي له ازاي؟ ويهيئ السمكه الحوت عشان تبلع يونان ويرميه على الشط تاني. كل ده رعايه ربنا بينا. طبعا هو في عنده اغلى من اولاده عشان يهتم بيهم، حتى لما نتمرد عليه، حتى لما نتمرد عليه. على رأي داود النبي يقول له لما انا كنت بعيد عنك كنت كفرس كلا فهد، وبعدين انت بلجام زينته ضبطته خليته يمشي كويس شمال ويمين. فرس من غير لجام يبقى منظره وحش، فرس من غير لجام يبقى جامح وحش ومخرب. لما ربنا يزينه بلجام يتضايق الفرس، لكن هيبقى حلو ومفيد ونافع وماشي في سكه سليم.